أخيرا صحيتي. تعالي نلعب تحت. مش عايزة ألعب تحت. لا، مش عايزة ألعب تحت. ليه؟ عشان تحت في سكينة. عشان تحت في سكينة ورصاص. عشان تحت في سكينة ورصاص. انت كدابة. بنتك لازم تاخد بالك منها شويه يا جلال، اكتر من كده. ليه مالها؟ ما هي كويسة وزي الفل. ما هي زي الفل وكل حاجه، محدش قال حاجه، بس لازم تعرف ان بنتك مختلفه. مختلفة؟ ايوه يا جلال، روحها مختلفه. ان العيال دي بتبقى مطلوبه حتى لما تكبر، لان اختلافهم ده بيخليهم يحسوا بعالم تاني غير عالمنا، ويقدروا يشوفوه كمان، وبنتك منهم. انا بقول لك الكلام ده عشان تحوط عليها وتحطها في عينيك، لحسن حد يستغلها. طب اقول لك على حاجه، بنتك قالت لك على حاجه شافتها في المستقبل قبل كده وحصلت؟ ها؟ يبقى حصل يا جلال. عشان تحت في سكينة ورصاص. مش قلتلك ان انت كدابة؟ انا اتاخرت ولازم استاذن، بعد اذنك. سلام. تشرفت ونورت. الله، انت عاملة محشي ورق عنب؟ يا حبيبتي انت بتحبيه عملهولك. يا ماما، يا ماما، يا ماما، يا ماما، يا ماما، اتلسعت. هجيب لك تلج، هجيب لك تلج. يا ماما. خدي يا حبيبتي خدي. مش تاخدي بالك يا لارا. وجعاني يا ماما. مش تاخدي بالك، معلش. هجيب لك مرهم حالا. ماشي ماشي. اه.
عشان تحت في سكينة ورصاص. بنتي اتخطفت منك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا محمود، وفي اليوم اللي شفتك وعرفتك فيه. ممكن تفصلي شوية علشان أعرف أتكلم معاكي وأقول لك الكلمتين اللي أنا عايزهم؟ أنا عايز أبعت لك ابنك عندك يقعد عندك كام يوم كده لحد ما أتصرف وأدور على البنت عشان أعرف أتحرك براحتي. ما انت عارف ان انا مش في مصر، هتبعتهولي ازاي؟ وهيعمل ايه اصلا هنا؟ ويقعد مطرح ما يقعد، إن شاء الله حتى يقعد في أوضة النوم اللي أنت قاعدة فيها ما يخرجش منها. لا يا محمود، قعدوا بقى عند اي حد من اخواتك، لان انا اصلا هرجع ادور على بنتي. عنادية ما بتفكرش غير اللي في دماغها وبس. أنا عايز أدور معاك على راغد. يا أخي توكس اتنيل، إذا كنت أنت مش قادر إنك تحافظ على نفسك، حتى أختك كانت معاك حافظت عليها. بقول لك إيه، أنت لازم تطلع الرحلة دي. بس أنا مش عايز أطلع الرحلة. ما هو أنت لو بني آدم عدل كنت خدتك عند أخ من إخواتي، لكن دايما كل ما تروح هناك بتعمل مشاكل ومصايب، مفيش فايدة فيك، محدش بيطيقك يوم. بس المدرسة بتاخد ناس معينة وأنا مش هينفع أطلع معاهم. طب قعدني معاك بس هنا وأوعدك مش هتحس بيا خالص. أوعدك. لا، أنت لازم تطلع الرحلة. أنا هكلم المديرة بتاعتك وهجبرها إن أنت تطلع الرحلة دي. ولا امشي يالا من قدامي، أنا كل ما بشوف خلقتك بفتكر أمك. امشي يالا، امشي يالا. والله كانت هنا. راغد، بقول لك إيه، أنا عاوز أنام. ممكن تسيبيني أروح أنام؟ ما الأوضة فاضية أهو، مفيش حد زي ما قلت لك. والله كانت هنا، وكانت ماسكة دراعي ورجلي ومسكت لساني كمان، ولا كنت عارفة اتحرك ولا اصرخ. ياه، كل ده حصل؟ ده الموضوع وسع منك قوي. صدقني يا عاصي انا مش بكتب عليك. مصدقك يا راغد. ممكن تسيبيني بقى اروح انام؟ طب ممكن انام معاك؟ ما بعرفش انام وفي حد جنبي. بس انا خايفة. ما تخافيش يا راغد، ما الأوضة فاضية اهي زي الفل. بصي، أنا هسيب لك نور الأوضة مفتوح وهروح أنام، وأنت نامي وما تخافيش. يلا نامي، ما تخافيش. هسيب لك نور الأوضة شغال، ها؟ سيب الباب مفتوح. حاضر. يا ترى رحتي فين بس يا راغد؟ انا قلبي مش مطمن خالص للرحله دي. بعدين اسفرهم ازاي واحنا اصلا لسه ما نعرفش ايه اللي حصل للبنت اللي اختفت؟ يكون ايه اللي حصل لها يعني يا حبيبتي؟ هتلاقيها زي ما بيقولوا يعني كانت رايحه لمامتها وتاهت. كلها كام يوم وهيلاقوها ونخلص. لا لا، قلبي مش مطمن. ايه يا حبيبتي في ايه بس؟ حبيبتي احنا لسه متجوزين، ما كملناش شهرين على بعض. وبعدين احنا ما عملناش شهر عسل. اقول لك على حاجه، دي فرصه وجت لحد عندنا. احنا نصفرهم، نشم نفسنا بقى شويه. عايزين ننبسط مع بعض كام يوم. انا مش عايزة اروح. ليه؟ ده انت كنت عاوز تروحي قوي. ما البنت اللي بتخاف ممكن تروح معايا. يا سلام، بتسافر حضرتك؟ ايه يا ولاد، عندي ليكم مفاجاه حلوه قوي. انا وانكل توفيق اتفقنا ان انتوا خلاص تطلعوا الرحله وتغيروا جو. بس انا مش عايزة اروح، انا عاوزة افضل هنا معاكم عشان البنت اللي بتخوف. بنت مين دي يا حبيبتي؟ هي مش قصدها. بس انت تقصدي ايه يا ليان؟ ليان، انا مش قلتي 100 مره ما تتكلميش في الموضوع ده تاني؟ موضوع ايه يا دعاء؟ في ايه؟ ممكن افهم؟ فهمك كل حاجه بعدين. المهم احنا خلاص اتفقنا ان انتوا طالعين الرحله. خلاص تمام، احنا كده كده كنا عاوزين نروح اصلا. طب يا حبيبي، قوموا بقى حضروا شنطكم وانا هراجع عليها. يلا يلا. الله،
ما هو انا مش هبقى زي الاطرش في الزفه. ممكن تفهميني في ايه؟ حبيبي ولا اطرش ولا حاجه. كل ما هنالك يعني ان العيال بيجي لها شويه هلاوس، تقول لي انها بتشوف ميتين. وازاي تسكتي على حاجه زي كده؟ ما قلتليش ليه من بدري؟ اولا ما قلتلكش عشان مش عايزه اقلقك. ثانيا يعني انا شايفه ان ده شيء طبيعي. العيال لسه جدتها متوفيه وقبليها باباها، طبيعي نفسيتها هتتعب. انا مبسوط ان انت قلتيلي عشان اقدر اساعدها معاكي. بيدر ازيك؟ الحمد لله كله بخير. الحمد كله لله. الجامعة هنا جنبي، محدش يروح بعيد. اهلا وسهلا. مس لارا جديدة معانا. شكله مش نس لارا بس الوحيدة لارا الجديدة. لارا. لا لارا الجديدة الوحيدة. دكتور خيري دكتور المدرسة. بيدر هو المسؤول عن الكامب ويعرف كل صغيرة وكبيرة فيه. يلا اتفضل. أنا افتكرتك دلوقتي، أنت اللي كنت واقف جنبي عند باب المدرسة أول ما جيت، وكان شكلك قلقان قوي. ولسه قلقان. سرحان في ايه؟ مفيش. مامي، هي الست اللي جت معاكي البيت امبارح انت هتشوفيها النهارده؟ سعاد؟ ايوه اشوفها، مالها؟ مش بتحبك. مش بتحبني كده مرة واحدة؟ ليه يعني؟ دي ست لطيفة، وبعدين دي ما بقالهاش أسبوع معايا في المكتب، هتلحق تحبني أو تكرهني؟ ما تشغلش بالك أنت، بطل تفكير، كل حاجة هتبقى زي الفل. أنت اسمك إيه؟ فارس. وقلقان من إيه بقى يا فارس؟ مفيش، مش هتفرق. هما قالوا اوضنا فين؟ تقريبا أنت أوضتك هناك. تمام. بتعملوا إيه؟ بتعملوا إيه؟ بنتفرج على الاوض. بتتفرجوا على الأوضة؟ مش عيب تفتحوا أوضة حد وهو مش موجود فيها من غير إذنه؟ ما فيش حد جوه. حتى يا حبيبي لو مفيش حد جوه، أنت تحب إن حد يدخل أوضتك وأنت مش موجود فيها؟ لا طبعا. طيب يبقى ما ينفعش نعمل كده وبالشكل ده، صح؟ صح. يلا اتفضلوا روحوا على اوضتكم. حاضر يا مس لارا. وما تعملوش كده تاني. حاضر.
من ساعة ما مات الدكتور عاطف ومحدش جالي هنا. من كام سنة كده؟ والله ما اعرفش يا دكتور. 5 6 سنين مش فاكر. وما تعرفش ليه يا بيدر المدرسة وهي بتطلع رحلات ما بتطلعش دكاترة مع الرحلات دي؟ اقول لك يا دكتور، بسبب الكوابيس. الدكتور عاطف كانت الكوابيس عايشة معاه، عايشة معاه في حياته، مش هو نايم، كانت واكلاه. بس انا دايما بفكر يا دكتور، هو ايه الفرق ما بين الحلم والكابوس؟ مش هما الاتنين واحد؟ واحد. بس يمكن الكوابيس بتيجي لناس مش كويسة، ممكن يكونوا عاملين حاجة غلط، محدش كشفهم، محدش حاسبهم، محدش عاقبهم، فبيجي لهم العقاب وهم نايمين على هيئة كوابيس، بس بيحسوا بالألم كأنهم صاحيين بالظبط. عشان كده كانوا بيقولوا ما تحطش المراية قصاد السرير. مين اللي بيقولوا؟ أجدادنا. ما تحطش المراية قصاد السرير، ما تحطهاش قصاد السرير، ما تحطش المراية قدام السرير. لك علي ما بحبهاش مراية. قولوا لي يعني اللي بيبص في المراية بيشوف حاجته اللي مش عايز يشوفها. استريح. ايه رأيكم في المكان ده يا حبايبي؟ كويس؟
اهلا يا مس رحاب. ايه ده؟ انت هنا؟ غندور ما بقدرش افرقه ابدا، ولا هو ولا زيتونه. زيتونه؟ دول سلاله نادره. انا قلت اجي اطمن عليكي عشان انت اول مره تطلعي معانا. انا كويسه الحمد لله، والمكان حلو قوي وانا مبسوطه. اهم حاجه الاولاد تتبسط. اكيد طبعا يا مس رحاب، احنا هنا اصلا عشانهم. انا عاوزاكي تكوني جنبهم طول الوقت، مش عاوزاكي تبعدي عنهم ابدا، خصوصا ليان وزياد. احنا اول مره نطلع السن ده معانا. هم اتعلقوا بيكي قوي مع انهم ما قعدوش معاكي كتير. الحمد لله، انا كمان حبيتهم قوي. لما نرجع عاوزه بقى اعرف ارائك عن تطوير طرق التدريس. اكيد يا فندم، انا عندي اقتراحات كتير جدا ورسالتي كانت عن كل. انا قريت السي في بتاعك كويس قوي وعارفه كل حاجه عنه. اكيد مش كل حاجه. لا، كل حاجه. اي حد بيجي يقدم عندي في المدرسه بيبقى قدامي ملفين، الملف اللي هو مقدمه والملف التاني اللي انا بجيبه بطريقتي وبعرف عنه كل كبيره وصغيره. قبل اي حاجه انا عاوزه ارحب بيكم في الكامب السنه دي واقول لكم قد ايه انا فخوره بيكم ومبسوطه بيكم كلكم. طبعا عشان كلنا موجودين يا جماعه انا عايز اقول كلمتين. احنا جايين بظروف صعبه وبالذات عاصي. انا عايز اقول لك يا عاصي بس ان كلنا قلبنا معاك، وصدقني كل حاجه هتبقى زي الفل. ان شاء الله هنطمن على اختك قريب، والرحله دي ان شاء الله هتخفف علينا جميعا هنا وهتخلينا احسن بكتير ونتبسط مع بعض. طبعا انتوا كلكم عارفين مين معانا، عارفين زملائكم كلكم. معانا الاستاذ داني اللي خد جايزه القاء الشعر الاولى في المدرسه. برافو عليك. رفايده احسن درجات في المدرسه كلها. وانا كمان. وانت كمان. والصغير ده الصغير الجميل، انتوا الثلاثه جايبين احسن درجات في المدرسه. برافو عليكم جدا، برافو جدا. عندنا نور المؤلفه العظيمه، برافو عليكي، قريت كل اللي انت كاتباه. علا اقوى واعظم اختراع السنه دي. الصغير اللي هناك ده سلمى اسرع واحده في جمهوريه مصر كلها. برافو عليك، سقفه كبيره جدا. ايوه. وطبعا الكارثه ده فارس الجدع ده قرا كتب المدرسه كلها وطالب مننا على فكره نجيب كتب تانية. ماشي؟ انا عايز ارحب بيكم كلكم واقول لكم اني مبسوط جدا ان كلكم موجودين هنا. خلينا نتبسط، نقضي كام يوم حلوين قوي مع بعض. اتفقنا؟ ان شاء الله. ان شاء الله. أكيد ده مش حقيقي، أنا بقالي سنين ما شفتش حاجة.
صباح الخير. صباح النور. صباح النور. بتدور على ايه؟ بدور على شبكه، مفيش ولا سيجنال. مفيش شبكه هنا. يعني ايه مفيش شبكه؟ افرض حد عايز يعمل مكالمه مهمه ولا حاله امرجنسي ما يعرفش يتصل بالتليفون ازاي كده؟ اللي عايز يتكلم تليفون او الحاجه اللي قلتي عليها يطلع معايا 3 كيلو. ايه اللي بتقوله ده 3 كيلو؟ ايوه هناك في شبكه. اهلا اهلا يا استاذ ادهم. اهلا. صباح الخير. صباح النور. اهلا. انتوا ايه اللي مصحيكوا بدري قوي كده؟ نفس اللي مصحيك. اسمعوا يا جماعه، المنطقه دي بيعدي من فوق كده حمام بنسميه الحمام المهاجر، واللي بيكون منيه عيان بيسقط ويقع. يعني لو انتوا قاعدين كده وقعت حمامه فوق راسكم ما تتخضوش. يعني تضحك على ايه؟ واخد بالك؟ فوق راسنا على الصبح. ايه اللي انت بتقوله ده؟ مش عندكم حاجه بيسموها الموت الرحيم للبني ادمين؟ احنا عندنا الموت الرحيم للطيور اللي بيسقط بنذبحه وبناكله احسن ما يتعذب. هو ايه اللي هو بيقوله ده؟ خرف. بقول لك ايه صحيح يا دكتور، انا عايز اسالك على حاجه محيراني بقالها سنه من ساعه ما عرفتك وجيت انت على المدرسه. خير؟ الا يعني ما حدش شاف لك موبايل يعني في الفتره دي كلها، هو في ايه؟ ما بحبش وجع الدماغ بس. ايوه يعني بس مش للدرجات دي يعني. ما التكنولوجيا برضو حلوه، هي معموله عشان تريحنا، تريح لنا حياتنا كده. يا سيدي التكنولوجيا وجع دماغ وبرضه ما بحبهاش. صباح الخير. صباح الخير يا روحي. صباح النور. دكتور خيري، ممكن تديني دواء؟ انا عندي صداع من امبارح عشان ما نمتش. وليه ما نمتيش من امبارح؟ مش هينفع اقول لك عشان مش هتصدق. وانا مش هينفع ادي كده ولا لما اعرف انت ما نمتيش ليه؟ قلة النوم بتعمل كده. دورت عليك في كل حتة، بتعمل ايه هنا؟ انت متأكد ان احنا مش هنتمسك؟ يا ابني ما احنا عدينا اول مرة وما اتمسكناش. محدش هياخد باله اصلا عشان محدش بيدخل الاوضه دي ابدا. انا معايا الورقة اللي فيها كل الكلام. رجعتها واتاكدت انها مكتوبه صح؟ ما هي اصلا صح من الاول، لولا ان اختك خافت وبوظت علينا الدنيا. انا هاجي معاك. تيجي معانا؟ تيجي معانا فين؟ احنا اصلا مش رايحين في حتة. لا رايحين، المفتاح معاك اهو. ما ينفعش بنات تيجي معانا. احنا اصلا ما فيش في شركتنا بنات. جربناكي قبل كده واترعبتي وكنت هتودينا في 60 ده. دورت عليك في كل حتة، بتعمل ايه هنا؟ استنيني في الكافيتيريا وانا شويه وهجيلك. لا مش هسيبك، نروح سوا. بقول لك استنيني في الكافيتيريا وانا شويه وهجيلك. حصي، انت عارف ان ما ينفعش يجي معانا بنات، وانت عارف الكلام ده كويس وبالذات في اللعبه دي. يا عم هي لازقنا في كل حاجه. هتيجي بس تقعدي ساكته زي يلا يا سهيل ولع بقيه الشمع. يلا بسرعه. ركزوا عشان مفيش وقت، احنا معانا 10 دقايق بس. يلا 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 امشي امشي. لا لا ماما. انت بتعمل ايه؟ ما تجيبناش معاك في الفيديو. تلاقيش. يلا بينا. Charlie, Charlie, are you here? Charlie, Charlie, are you here? Charlie, Charlie, can we play? Charlie, Charlie, can we play? Charlie, Charlie, are you here? Charlie, Charlie, are you here? Charlie, Charlie, can we play? Charlie, Charlie, can we play? ايه يا جماعه العبط ده؟ ايه اللعبه الهبله دي؟ قلت معاكم حاجه جامده وعدله يعني. لا فيك اصلا. احنا مش اتفقنا تسكتي؟ انت جبت الكلام ده منين بقى؟ من واحد صاحبي اعرفه على فيسبوك. انت بتستعبط؟ فيسبوك ايه اللي تجيب منه الكلام؟ وحد يجيب كلام من فيسبوك؟ ده كله هبل. تعالي تعالي، انا قلت لكم يا جماعه ما نلعبش اللعبه دي. اهدوا اهدوا بس مفيش حاجه. تعالي تعالي يا جماعه اهدوا مفيش حاجه حصلت. اجري اجري. هجوم يا ولاد هجوم. اتفضلوا تعالوا. ايه يا مجدي يا مجدي، هتنزل عيال البسين هم لسه ما فطروش. يا دكتور طاقه ولازم نخرجها يا اما احنا هنخرج. يا جدعان بجد. خلاص خلاص نعمل كده بقى. يلا روح
لارا مالك؟ هات على صداع فظيع صداع فظيع. انتوا ايه حكايتكم النهارده؟ كلكم صداع كده؟ مش عارفه. انا هطلع استريح في اوضتي. اجي معاكي؟ لا شكرا. اهو اهو يلا امشي. دكتور خيري شغالة؟ خلي بالك الأتوبيس مشي وسابنا، مش هيرجع لنا تاني غير هو جاي ياخدنا. يعني أي ظروف حصلت مش هنعرف نتصرف. ما تقلقنيش، كل حاجة تمام. قولي لي، هو الدكتور عاطف اللي كان قبل الدكتور خيري ما عرفتيش انتحر ازاي؟ إيه لازمة السؤال ده؟ حكاية قديمة قوي. إيه اللي فكرك بيها؟ ما فيش، شفت الدكتور خيري افتكرته. ما اللي أنا أعرفه إن هو تعب قوي وبعدين سافر بلده وكان عنده مشاكل كتير وانتحر. وكان تعبان قوي، كان باين عليه ايديه. كنت اكلمه ما كانش يرد علي، الله يرحمه. انت لسه بتشوفيها؟ ايوه. وهي نفسها؟ جود مورنينج. حلوين. انا ميس لارا وجايه ادرسكم مكان ميس سامي، وانا عرفت منها ان انتوا خلصتوا كل المنهج ودرجاتكم كلها ممتازه، انا شفتها بنفسي. بس ده ما يمنعش ان انا عايزه اعمل معاكم ريفيجن على كل المنهج تاني. ايه رايكم؟ ميس. نعم يا حبيبتي. بس احنا خلاص فاضل يومين على المدرسة وتخلص واحنا عايزين نلعب. ده انتوا هتزهقوا من اللعب. مين قال انكم مش هتلعبوا؟ بس الماس ما فيهوش لعب. لا ده انتي فاهمه غلط، الماس معايا مختلف تماما، الماس عندي كله لعب. اطمني. ايه يا حبيبتي؟ سرحانه في ايه؟ مالك؟ سرحانه في ايه؟ طب ايه اللي شغلك؟ ايه اللي شغلك؟ ميس انا عارف هي سرحانه في ايه. ايه يا حبيبي؟ هي سرحانه في الرسمه اللي هي رسمتها. الرسمه بتاعتها؟ بس لارا في ايه يا حبيبتي؟ وريني كده الرسمه اللي انت رسمها.
ايه يا مجدي؟ مؤمن ده مسؤوليتك انت. انا ما خدتش بالي، ده كانت ثانيه بالظبط. ما هي ثانيه ثانيه وكان هيضيع مننا. كويس مؤمن رد علينا. طمنا كويس يا حبيبي؟ ها؟ قادر تتنفس؟ انا عايز افهم حاجه. هو انت عرفتي ازاي؟ سمعت صوته وهو بيصرخ. سمعتي صوته وهو بيصرخ من المطعم وهم هنا في حمام السباحه؟ انا ما سمعتش حاجه. دكتور انت سمعت حاجه؟ خلاص الولد كويس، الولد كويس. تعالى يلا. تعالى حط هنا، حط هنا. انت كويس يا مؤمن؟ كويس. هو كويس، هو كويس، هو كويس، خلاص ما تقلقوش. ما ينفعش تسيبهم لوحدهم ابدا في الميه، دول صغيرين. والله انا ما كملتش ثانيه بالظبط. يبقى كويس. ما ينفعش الكلام ده. مين؟ 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 انت؟ انت يا ابني استنى استنى استنى، مش هعمل لك حاجه يا ابني. افهم يا ابني. اللي جابك هنا؟ معلش انا عارف اني اتاخرت عليكي، بس انا جاي اعمل حاجه وشفت القطط دخلت. لقيتهم؟ اه انا دخت عليهم، كل شويه الاقيهم في حته. انا هجيبهم لك ما تقلقيش. بقول لك ايه، انا عايزاك تقول للدكتور خيري ان الكلام اللي قاله على المدرسه وصلني كده بقى، هو مش هيطول معايا. حاضر ما تقلقيش، هجيب القطط. هاتهم.
مالك حبيبتي بتعيطي ليه؟ مالك بس قولي لي فيه ايه؟ الله، مش عايزة أشوف اللي هيحصل. ما تخافيش، طول ما انا جنبك ومعاكي ما تخافيش وما تعيطيش. مش عايزة أشوف حاجة قبل ما تحصل. خلاص تعبت. خلاص بقى، خلاص ما بقتش قادرة. مش عايزة أشوف حاجة تاني. مش عايزة أشوف حاجة قبل ما تحصل. خلاص تعبت. كفاية بقى، كفاية بقى، كفاية. يا ترى رحت فين؟ وعايز ايه؟ واختفيت ليه مرة واحدة؟ وايه علاقتك بنسمة بنتي؟ المفتاح اهو لو عايز حاجة مهمة من الأوضة. أنا عندي ينسون وعندي قهوة وكراوية ومغات. ممكن أعرف إيه الحاجة المهمة اللي مخلياك عايزني لدرجة إن أنت عايز تكسر الباب؟ عادي، شغلتي. ما هو انا المفروض كل يوم بالليل اعدي على الاوض اوضه اوضه اتاكد ان الولاد كلها في اوضها. بس يعني أظن إن أنا طلعت بطاقة وبلغت، يعني مش محتاج حد يشقر عليا بالليل عشان يطمن. حضرتك كنت بره بتعمل ايه؟ لا أنت مالك؟ أنا أعمل اللي أنا عايزه، محدش واصي عليا. وبعدين يعني المفروض لما أجي أخرج من الأوضة آخد إذن منك؟ وماله؟ ما تاخد اذن. عادي جدا، خد اذن. اهو ده النظام. احنا هنا في رحله، وانا اللي ماسك الرحله دي. يبقى لازم تاخد مني اذن عشان ده النظام، والكون لازم يبقى فيه كله نظام. صح. الحياه ما ينفعش ما يبقاش فيها نظام. أيوه النظام يا ناس. طبعا. نظام، كل واحد لازم طبعا. يبقى في اوضته. طبعا طبيعي. يعني انا هاخد منك اذن وانا خارج من الاوضه؟ انا مش فاهم انا. يا عم نظام، عم نظام، تعالى طب اشرب حاجه. مفيش حد جوه. مش فاهم خبط على ايه؟
الكامب ده احنا مجهزين له ومخططين له بقالنا من اول السنه تقريبا، لكن بعد الحادثه اهالي الاولاد خايفين، بس لازم ناخد القرار. طب واحساس والد البنت اللي اختفت دي هنقول له ايه يعني؟ هنسيبه كده وخلاص؟ انت عارف كويس جدا ان محدش مننا له دعوه باللي حصل ده، ولا المدرسه ليها دعوه. احنا سلمنا البنت لباباها، واختفت البنت من باباها بره سور المدرسه. يعني مسؤوليه الاب مش مسؤوليتنا احنا. يعني حضراتكم شايفين ان كل شيء طبيعي، وان البنت اختفائها مش غريب ولا حاجه. البنت راحت ركبت العربيه وما نزلتش منها، ولا الكاميرات سجلت ان حاجه قربت من العربيه او البنت خرجت من العربيه، ولا اي حاجه من الحاجات دي. واحنا سايبين كل الكلام ده ورايحين نسافر. سفريه ايه؟ 7-8 ساعات، والتحقيقات شغاله لوحدها، والبنت اختفت كده وانتوا سايبينها عادي. انتوا شايفين ده منطقي؟ الموضوع ملوش علاقه بالمدرسه، لا من بعيد ولا من قريب، وانا كل اللي بفكر فيه دلوقتي هم الولاد وبس. بقول لحضرتك ايه؟ وحضرتك شكلك حابه الرحله، وانه الاجتماع ده في الاخر بالنسبه لنا كده تحصيل حاصل. انا لو مقرره اي حاجه ما كنتش اجتمعت بيكم دلوقتي. انا عاوزاكم تعبروا عن رايكم براحتكم. انا عندي راي. انا شايفه ان الاطفال لو عرفوا ان احنا لغينا الرحله بسبب اختفاء رغد، ده هيخليهم يخافوا اكتر. ده غير ان وجودنا معاهم في الرحله هيخلينا نقدر نتكلم معاهم ونجاوب على اسئلتهم بشكل سليم. على العموم انا سعيده قوي قوي بكل ارائكم الجميله دي، وان شاء الله هاخد قراري وابلغكم. اتفضلوا بقى على شغلكم. كان دكتور خيري، ثانيه واحده لو سمحت. كنت احب ان انت تطلع معانا السنه دي، بس انا شايفه خليها السنه الجايه ان شاء الله. وارد طبعا يا فندم، بس اظن الوزاره لو عرفت ان رحله كبيره زي دي طالعه من غير دكتور، اظن هيبقى لها راي مختلف عن اذنك. يا ترى ما كنتش عايزة اطلع الرحلة ليه يا رحاب؟ أكيد في حاجة مخبيها هنا، أكيد. من امبارح وانا مش قادره ادخل الاوضه بتاعتها، مش قادره. مش لازم تدخليها دلوقتي لحد ما تهدي. انا مش قادره اصدق انها مشيت وسابتني خلاص. كانت لسه قاعده معايا. تقوليش كده، هي عند ربنا احسن من اي حد. انا ما بقاش ليا حد غيرها، كانت كل حياتي، ما بقاش ليا حد خالص. يا ريته كان خدني وسابها، والله كان هيبقى احسن. بعد الشر بقى، والله كان هيبقى احسن. ما تعمليش في نفسك كده بس. حمزة حمزة، ايه؟ باب الأوضة اتفتح. اعمل ايه انا يعني؟
ليان، بتعملي ايه هنا يا حبيبتي؟ مش اتفقنا تغيري هدومك اول ما تيجي من التمرين؟ السندوتش اللي بتحبيه بره على الترابيزه، كلي ونامي على طول علشان المدرسه. انت رجعتي ازاي؟ يعني ايه رجعت ازاي؟ انا ما خرجتش اصلا. قولي انك شفتيني. عاصي اصحى اصحى. ايه في ايه؟ في واحدة ست في اوضتي. ست ايه؟ بقول لك واحدة ست وشها بيخوف في اوضتي، تعالى بسرعة. حاضر، جاي. مفيش حاجة، أكيد بيتهيألك. ما الأوضة فاضية اهو، مفيش حد زي ما قلتلك. والله كانت هنا. ما تخافيش يا رغد، ما الأوضة فاضية اهو زي الفل. بصي، أنا هسيب لك نور الأوضة مفتوح وهروح أنام، وأنت نامي وما تخافيش. يلا نامي، ما تخافيش. هسيب لك نور الأوضة شغال، ها؟ سيب الباب مفتوح. حاضر. الصحراء هتبلع، والشجرة هتاكلها. وحضرتك ما بتتفرجيش على افلام ولا ايه؟ لا بتفرج، ما هي الافلام دي اللي موديانا في داهيه يا حبيبتي. انا مش بخاف على فكرة، انا جريئة، بس ساعات زي ما تقولوا كده ساعات بخاف. كويس كويس يعني الخوف احيانا بيبقى شيء صحي، لانه الخوف ده ممكن يمنعك ان انت تخشي اماكن خطيره مثلا. صحيح. او انك تعملي حاجات وحشه. الخوف ممكن يمنعك ان انت تفكري في حاجات مش كويسه زي اللي انت بتفكري فيها دلوقتي. دكتور خيري، نعم. انا اقتنعت بكلامك. انا مش عارف ارد جمالك ازاي. شكرا ليك، شكرا. باي. باي باي. باي باي يا حبيبتي، ربنا معاكي. ايه بس؟ شفتي بدايتك ولا اقوم امشي؟ لا بتهددنا البنت. دكتور، هي ليان دايما بتتكلم وبتسأل في موضوع الأشباح ده؟ لا خالص، اول مره تسال في حاجه زي كده. بس انت عارفه الاطفال خيالهم واسع.
مش كلهم بيقولوا كده عشان خيالهم واسع. تقصدي ايه؟ انها شافت حاجه مثلا؟ لا طبعا، شافت ايه؟ مفيش الكلام ده اصلا. ها؟ انا بقول كده يعني، مش معقوله تصدقي في حاجه زي كده يعني. انت بتصدق في موضوع الاشباح ده؟ بصي، من شغلي في المستشفيات خلاني سمعت حاجات ما يصدقهاش العقل. يعني مصدق؟ انا ما قلتش مصدق، قلت سمعت حاجات ما يصدقهاش العقل. بقول لك ايه، نعم. من غير ما بصدق وسمعت والكلام ده، ما تقومي نتغدى، انت ما جوعتيش؟ جعت. يلا بينا. يلا. قالت لك بقول لك ايه، محدش هيرد عليا. مجرمه. لا انا عارف انا مش هتعرف الشغلانه دي اصلا. انا نفسي افهم حاجه، هو بيتر ده كل سنه بيطلع عين ابونا، ما بيجيبش حاجه بزياده ليه؟ والحاجه بتخلص والعيال بتفضل جعانه. كان في موقف ضايقني قوي. المهم هو حاجه جديده عليه، وهو كل سنه نفس الموال الازرق، افضل نايم واقف نفس الوقفه وبقطع نفس القطعيه. مش عارف، دماغه متخلفه، مش عارف اقول له ايه. طب وبعدين هنعمل ايه؟ نعمل ما ايه؟ الحاجه ما بتكفيش. نعمل اللي موجود. حمزة، البنت اللي بتخوف جت النهارده، انا قلت لك انها هتيجي معايا. معقوله؟ انت متاكد؟ طيب ايوه. لو جت تاني اعمل ايه؟ قولي لها تجيلي، وانا عارف انا هعمل معاها ايه. هخوفها ومش هخليها تيجي تاني ابدا. حمزة، انا قلت لها قبل كده تجيلك وجات لنا برضو. اهو ده يبين لك ان هي خوافه وخايفه تجيلي، وبتجيلك انت عشان انت بتخافي. انا مش خوافه، هي اللي شكلها يخوف. لما بيجوا بغمض عيني وبيمشوا، لكن هي ما بتمشيش. حمزة، لو جت تاني اعمل ايه؟ اعملي زي ما بتعملي، طنشيها خالص، وهي كده كده هتزهق وهتمشي. ما بتمشيش. في حد يخاف لما بابي يكون جنبه؟ يلا بينا ننام وهحكي لك حدوته كمان. نسمة، في ايه؟ بس يا حبيبتي، بس في ايه مالك؟ بتترعشي ليه؟ في ايه يا حبيبتي؟ الست يا خوفي. بس مالها يا ست الست اللي بتخوفني. ايوه جات لي هنا وعايزه تاخدني معاها، وبتقول لي الشجره هتاكلني والصحراء كمان هتبلعني. لا بس لا يا خوفي. ما تخافيش يا روحي، ما تخافيش. لا الست جت وقالت لك كده؟ طيب بصي، انا جات لي فكره. تعالي، ايه رايك بقى بابي النهارده ينام في حضن حبيبته نسمه وهي تنام جنبه، وانا اوعدك لو الست دي جات لك انا هوريها شغلها. في حد يخاف وبابي ينام جنبه؟ لا. يبقى خلاص، يلا بينا ننام وهحكي لك حدوته كمان. يلا يا ستي ننام سوا. اهو
يلا يلا حبيبتي. كان يا مكان، يا سعد يا إكرام، وما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في زمان، في سالف العصر والأوان، الصحراء هتبلعكم والشجر هياكلكم. قولي انك شفتيني. في ايه؟ مالك؟ البنت اللي بتخوف كانت هنا. في ايه؟ في ايه يا ليان بتصرخي ليه؟ مالك يا حبيبتي في ايه؟ وايه اللي جابك هنا؟ مفيش حاجة. مفيش ايه؟ تقول لك البنت اللي بتخوف معانا هنا في الأوضة. البنت اللي بتخوف كانت هنا. صباح الخير يا بنات. صباح النور. مس لارا. نعم يا حبيبتي. تفتكري هيلاقوا رغد؟ اكيد ان شاء الله هيلاقوها، ما تقلقيش. بس البنت اللي بتخوف بتقول ان باباها مش هيلاقيها. بنت مين؟ معانا هنا؟ جاية من المدرسة. مش فاهمة، يعني هي معانا في الرحلة ولا مش معانا؟ بقولك جاية معانا من المدرسة، وآخر مرة شفتها كانت مع رغد وهي خايف من الشباك. ليان، يا ليان، تيجي تلعبي معانا؟ ليان، سيبك منها، تعالي نلعب احنا، دي مجنونة. تيجي تاكلي معاه؟ مالك سرحانة في ايه؟ البنت اللي بتخوف جوه العيادة. ازيك يا سلمى؟ الحمد لله. تعالى يا زياد، عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله بخير. نمت كويس؟ الحمد لله. مس لارا انتوا لسه ليه ما نزلتوش؟ وانت يا ليان ليه ما نزلتيش؟ يلا يلا عشان نلحق ننزل. يلا يا حبيبي، روح انتوا وانا هحصلكم. يلا اوكي يلا بينا. ايه يا حبيبتي في ايه؟ مس لارا. نعم. هي ممكن تكون البنت اللي بتخاف هي اللي خطفت رغد؟ ممكن تبطلي بقى تفكري في الموضوع ده وتنسيه خالص. روحي العبي مع اصحابك وانبسطي وفرفشي كده. يلا حبيبتي
يلا فرفشي، يلا فرفشي، انبسطي. انت كنت بتسألني ليه على البيت المهجور؟ ما سألش ليه؟ من اسمه البيت المهجور. انت مالك هو وماله مال اللي فيه؟ يحكي. أنا بحب أسمع الخرافات دي. خرافات؟ الخرافات دي حقيقة وبنعيشها. البيت ده أطول من عمري وعمرك. أبوي الله يرحمه كان يقول لي البيت ده كان مليان عمار وفرح ومحبة، لحد ما جت ست في يوم وعايزة تتجوز البيه، والبيه مش عايز. راحت عملت تعويذة، حضرت الجان، حضرت اللي ما يتحضرش، تعويذة ملك الجان. ومن يومها الجنية والتعويذة والجان سكنوا البيت يا دكتور. غريبة أوي. يعني اشتغل بيها. وطبعا انا عارفه ان في ناس كتير جدا مش مقتنعه بعلوم الطاقه دي ومش مصدقاها، بس هو كان مصدقها وساعد ناس كتير جدا وعالجهم بيها. والعلاج ده كان له علاقه بالامراض النفسيه والعصبيه والحاجات اللي زي كده. بس اللي انت بتقوليه ده ملوش علاقة خالص بالماورائيات. ايوه انا عارفه، بس بابا من خلال شغله ده كان بيعرف ناس كتير جدا روحانيين وكانوا بيعالجوا بروحانيات، وكانوا بيقدروا يشوفوا الناس اللي شبههم او اللي زيهم. بقول لك ايه، مش مهم الكلام ده، انسى اللي انا قلته. دكتور خيري، من ساعه رغد ما تعبت وجبتها لك العياده وانا بحاول اسال نفسي او الاقي تفسير للي بيحصل ده. يمكن تكون في تفصيله عدت عليا وانا ما خدتش بالي منها، خصوصا انها قالت لي انها بتشوف حاجات بتخوف. مالك يا حبيبتي، انت كويسه؟ انا بشوف حاجات بتخوف. حاجات ايه اللي بتشوفيها يا حبيبتي؟ هتبقى كويسة إن شاء الله. ان شاء الله. سلامتك يا حبيبتي. انا عايزه مامي، انا عايزه مامي. ما تعيطيش، بتعيطي ليه؟ بس هم زمانهم جايين دلوقتي، هيجوا عشان ياخدوكي، ما تعيطيش. مش هتيجي، هي مش عاوزاني. ليه بتقولي كده؟ دي مامتك، لما تعرف ان انت تعبانه هتجيلك تاخدك على طول. ما تعيطيش. عايزه ايه طيب؟ يا حبيبتي الحقني. بس طيب خلاص ما تزعليش، ما تعيطيش. بس بس يا حبيبتي ارتاحي. خير، رغد مالها؟ أبدا مفيش حاجة. أنا كتبت لها على شوية تحاليل عشان نشوف الأنيميا ونشوف شوية حاجات تانية كده. هي البنت كانت عايزه مامتها، فبعد اذن حضرتك لو ممكن تكلمها. حضرتك مين؟ انا ميس لارا، مدرسه هنا في المدرسه. مدرسة. يا ريت حضرتك تهتمي بشغلك فقط ومالكيش دعوة بموضوع ماما وبابا. انا ما اقصدش حاجه، بس البنت عايزه مامتها. لتاني مرة حضرتك بتتدخلي في اللي مالكيش فيه. بقول لحضرتك إيه، يا ريت نتكلم بره عشان خاطر رغد. بعد إذنك. اتفضل اتفضل. مش فاهمه انا. ما تسيبنيش، ما تخليهوش ياخدني. ما تخافيش يا حبيبتي، انا معاكي، ما تخافيش. ايه يا حبيبتي، في ايه؟ في ايه؟ انت عملت فيها ايه؟ انا ما عملتش حاجه. عاوزاني. مشيها يا مامي، مشيها.
مفيش حد في الاوضه غيرنا. الست اللي عايزه تموتني مشغول يا بابي، امه شكله وحش. تعالي قومي نمشي. بس يلا قومي. يلا حبيبتي. قومي تعالي معايا. يلا يا روحي. قومي يلا. شنطتك فين؟ شنطتك فين؟ هناك اهي، هناك. يلا تعالي.